الله الله على شغل الخيامية الجميل وإحساسنا برمضان وروايح رمضان هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. متابعين الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. يلا حبايبي نعمل زينة رمضان. وجبت الرول المشمع ده، هغلف بيه كده الترابيزة اللي بناكل عليها، وهعمل منه شوية حاجات كده حلوة لرمضان. زي ما انتوا شايفين بقى، انا جبت الرول، بنشيل الطرف الاولاني كده، هو متغلف من ورا بورق. بنشيل حتة من الورق، ويا دوبك بثبت الطرف على طرف الترابيزة، وبسحب من ورا. كل ما اسحب بحتة ورق اضغط كده عشان الزقها على الترابيزه. زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بلزق حته بروح جايبه طبعا بيبقى فيه الهواء اللي تحت ده، بنخرجه بايه بمسطره. بصوا زي ما انتوا شايفين انا هعمل كده. هضغط، امشي المسطره كده بتخرج الهواء من تحت المشمع عشان يلزق كويس. طبعا وانت بتعملي بتلزقي المشمع، لو لقيتي حته مدخله هوا فيها نعكشة كده متنية، بتشيليها وتفرديها خالص، مفيش أي مشكلة خالص. شايفين يا حبايب قلبي؟ زي ما انتوا شايفين كده، الحاجات دي كمان بتدينا بهجة كده وحاجة حلوة كده في النفس. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين، اما بلاقي حتة مش مظبوطة بشيلها وبفردها تاني، وبنخرج الهوا كده عشان نفرد المشمع كويس. انا هخلص الترابيزة. بصوا جميلة ازاي دي كده، بتدينا ايه شكل الخيامية الحلو ده. وبهجة رمضان كده. جبت كمان صينية، الصينية دي كانت ملسوعة فهرميها، لا طبعا. انا برضه هغلفها بالمشمع. احنا ما بنرميش حاجة، مبدأ قناة التدبير والتوفير وإعادة التدوير زي ما احنا متفقين. قصيت حتة مشمع كده على قد الصينية، بس بخلي زيادة من كل جنب كده حوالي سنتي 2 سنتي، عشان نرجعها ورا ونلزقها على الصينية من ورا. زي ما انتوا شايفين اهو، انا فرغت حتة كده هلزقها. وبعدين اشد المشمع، كل ما بتشد حتة بتضغطي بايدك كده تلزقي وتطلعي الهواء اللي فيها. زي ما انتوا شايفين برضو الحتة اللي مكلكعة بنشيلها ونفردها تاني لحد ما نوصل لأجمل شكل ايه للصينية. زي ما انتوا شايفين سهول يعني ميزة المشمع ده حلو، بيتشال، يعني ما بيلزقش ببعض ولا حاجة، وبتقدري تشيلي الحتة المكلكعة وتفرديها تاني. زي ما انتوا شايفين بقى، بتظبطي الشكل وتنزلي لو في الصينية ليها حرف كده بتظبطيها كده. بقى جبت الشفشق البلح، واحنا طبعا بيبقى فيه اكتر من شفشق للبلح، للقمر الدين، للعرقسوس، للعصاير. فبتجيبي كده تقص حتة على قد اللفة اللي هتلفيها على الشفشق، وبتشيلي حتة من الطرف بتلزقيها، وتبتدي برضو. بصوا بنظبط كل ما حتة تلاقيها كلكعت بتشيليها وترجعي ايه تظبطيها تاني لما توصلي لأجمل شكل ممكن يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة بنخرج الهواء من تحت المشمع زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في كمان شفشق هعمله، هو بيبقى اكتر من شفشق زي ما قلت لكم. جبت برضو زي ما انتوا شايفين الحتة دي، كنت قايساها بقى على قد الشفشق اهو. وهبتدي ان انا اشيل الطرف والزقه. بتبتدي من عند الايد بتاعة الشفشق، وتلزقي حتة، وبعد كده تسحبي، تفضلي تسحبي كده في المشمع، وتضغطي على الحتة اللي انت بتسحبيها. في النهاية بيدينا شكل حلو كده. وانت بتستعملي بتصب كده البلح العصير، بتحسي كده الحاجات دي بتدي بهجة. والله انا بفرح بيها اكتر من العيال. زي ما انتوا شايفين. انا عايزة اوريكم كمان لو حتى حتة اتقطعت من المشمع مفيش مشكلة خالص اهي. هنلزقها، انا مرضتش اشيلها واحط غيرها.
بوريكم ان هي لو اتقطعت حتة كده عادي الزقيها وقربي بس الرسمتين على بعض وهتديكي نفس الشكل كأنها ما فيهاش قطع ولا حاجة. هنجيب بقى كوبايات العصير، كوبايات الشاي، اللي متاح عندك هتجيبي. دي حتت من القصاقيص اللي طلعت من المشمع، بتقصي على قد الشكل الحلو بقى اللي تحس انه ديكوري كده، وبتروحي شايله الورقه وتيجي تلزقيها على الكوبايه. انا عملت كذا كوبايه وعملت شوبات، شايفين بتدينا شكل حلو. خلت الكوبايه مزخرفه كده. الشكل اللي يعجبك بقى، انت قدامك الرسمة بتقصقصي منها الحجم والشكل اللي يعني اللي يبقى انت حباه كده زي ما انتوا شايفين. دول بقى ما هقول لكم اعمل حته فيديو في على البتوعتين الصغيرين دول، مش هقول لكم دلوقتي، لما اجي اعملهم. زي ما انتوا شايفين انا كنت هلزق عليهم من الورق ده، بس رجعت قلت لا، دول هتخليهم في الافكار، في فيديو الافكار ابقى اقول لكم انا هعمل بيهم ايه، عامله لهم اعاده تدوير كانوا ايه وهعمل بيهم ايه. شفتوا انا عملت كام كوبايه، لزقت كوبايات حطيتهم على الصينيه. بصوا الصينيه شكلها بقى جميل ازاي. بصوا، لو لسه لحد دلوقتي ما عملتوش لايك فضلا وليس امرا، اعملوا لي لايك واشتراك في القناه متابعين الجداد، وفعلوا الجرس واعملوا لايك يا جماعه عشان اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. زي ما انتوا شايفين بصوا شفاشق محطوطه على الترابيزه بالخياميه والصينيه والكوبايات. شايفين ان احنا بقى بنبص للمنظر ده بيدينا بهجه كده وايه، اجواء رمضان الحلوه. دي شوبات برضو بتاعت عصير. شايفين انا بقى ايه، خدت حتت برضو كده من رسمة الخيامية ولزقتها عليهم، مديني شكل جميل قوي. شايفين